إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب المسلم. تورين مروف مسلمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و سپاسی بو خدا بن خدای همی چکریا و صلاة و سلام السر پیغمبر دیماهی بن پیغمبر ما محمد صلاف لبن والسر بن مالو هفالتوی همیا. وبعد، لقد اهتم الإسلام بتنشئة أبنائه على جملة من الآداب الرفيعة والخصال الجميلة التي تعمل على تربية الجيل المسلم وتأديبه وتقويم سلوكه وتوجيهه نحو المعالي من الأقوال والأفعال والصفات وترك المرذول منها. اسلام گرنگی کا زیده یادای اب پرورده کرنا کرد خو السر کومکا توریم بلند و سالوخت جوان و تازه اید کو کاری بهندت کن کو جیل که خودان باور و مسلمان پرورده ببتن و رفتاروی راست ببت و بروی بکفت بلندیا اش گوتن و کریار و سالوختا و خبدت پاش اج کارو گوتن و سالوختت کرید و ببها. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته آداب كل شيء حتى بين لهم آداب الحرب والقتال، فنهاهم عن قتل النساء والأطفال والشيوخ الذين لا يقاتلون، ونهاهم عن التمثيل بجثث القتلى وغير ذلك من الآداب. پیغمبر خود صلاف لبن بو امت خو تورین هر تشتکی آشکرا کرینه، حتی وی آداب و توریت شر و جنگ جیبوانی دیار کرین وی او داین پاش اجهنده کو او جنو زاروک و پیرمیرا بکجن اوید کو شری ناکن و او دانا پاششنده کوان کسا بکجن اوید خوش خلکی و در کرین و چوین جهکی بو کرنا عبادتی. هر وصا اوی چاندنت یتن النافرزو بیستانوی و او دانا پاشش هنده جی کوریاریا بخو اب کلخت کشتیا بکن و چند آدابه که دیتره اج آداب توریت شری. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته آداب الأكل والشرب واللباس والنوم والجماع والعشرة الزوجية وغير ذلك، حتى بين لهم آداب دخول الحمام. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. اروسا پیغمبری صلاف لبن بو امتا خو تورین خارن و وخارنا اشکرا کرن. اروسا توریت البرخو کرنا جلکی و ید نوستنه و ید چونا نوینه و سردریا جنومه دیل اکودو و گلک توری دجی پیغمبری صلاف لبن ید بو ما اشکرا کرین حتی توری چونا دست آوه. اج سلمان فارسی اد ایتا و گوهستن اد بیجتن مشرکا گوتما پیغمبر هوا همی تشتت نیشا هوا داین حتی سروبر چونا دست نویجه. گوتی ما گوت بله. پیغمبر مصرف لبن امیش هند داین پاش کل دم چونا دست نویجه ام بر خوب داین قبله دست نویجه ستیر بت یعنی زراف. هر وصاوی ام داین پاشش هنده کو ام اب دست راست خو بشوین یان اب سی برا کمتر
یان جی پیساتی حیواناتی یان هستی که بکار بینین الدم ام خو پاقشت کهین. امام مسلم في حديث جي الروايات كتن فالإسلام هو الدين الوحيد الذي رسم منهاجا للحياة كلها نظم من خلاله كل شؤون الحياة وجوانبها، وهو ليس منهاجا بشريا يحتمل الخطأ والصواب، وإنما هو منهاج إلهي يصل بأتباعه إلى السعادة والطمأنينة والراحة النفسية في الدنيا والفوز بالجنة والنعيم الأبدي يوم القيامة. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. اسلام دين ايكانيا يكو رباز جيان همي بما نخشاندي وبرمدايه. اسلام ابوي منهاجها ورباز خويا كداناي همي سروبرد جيان وهمي لايت جياريت بما ريك خستين. وإسلام نمنهجك بشرية كمروفا دانا بتن داخلتيا راستي تدهبتن، بلكي او ربازك خدائية دي كفتيت خو بريوان اتداتا دلخوشية ورحاتية رحاتية نفسي اتدنيا دا وسركفتن وچونا بحشت وقنجيا هرو هر الرجا قيامته. خداي مظن ادبجت: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما تشتك نهلايا ادفي كتاب دا اگر ما نقود بترو بحث جنا كربت. ولقد كان لتلك الآداب النبوية شأو بعيد وأثر حميد في تربية النفوس وإصلاحها وتقويم الأخلاق وتهذيبها، فخرجت أجيالا متعاقبة لم يعرف التاريخ مثلها في الصدق والأمانة والعفة والنزاهة والعدل والمروءة والحياء والكرم والقوة والشجاعة والنجدة وإغاثة الملهوف ورفع الظلم عن المظلومين. وأف توريد پیغمبری صلاف لبن بأمتخو قوتين وبريوان دايه كارتكرنا كمظن وشينوارك جوان و تازه هبو اد پرورده کرنا نفست خلکی دا و چاک کرنا وان عروسا سرست کرنا رفتار و روشت و اخلاق وان و پاقش کرنا وان و جا و توردان و پرورده کرنا هنه جیلک الدیف ایکی درخست اتوصا کدیرو که کسکی وکیوان ندیتبتو ننیاصیبتن ات راستگویی و امانت دا و ده پاقجی و دهمن پاقجی دا و تدادی و مروت دا و اد شرم و مردینی و کرم دا و دهیز و زیرکی دا و کد هوارا مروف پیتوی بچن و زورداری اجسر مروفت مظلوم راکن. اف جیلها جیل اسلامی بو نمونه. وما هذا الضعف الذي دب في جسد الأمة إلا بسبب بعد المسلمين عن آداب الإسلام وأخلاق النبوة. ولو تخلص المسلمون من رق التبعية لغيرهم من الأمم ولو رجعوا إلى هويتهم وآدابهم الإسلامية الأصيلة لعاد إليهم مجدهم وعزهم وكرامتهم. فهل يعي المسلمون ذلك؟ وأفلا وزيكو أدلش أمت دا پیدا بوي اجبر هند بويا چونكي مسلمان اجوان تورو آدابا دير كفتنا وجوان اخلاقت پیغمبراتيه يدكو پیغمبری صلاف لبن بريوان دايه. وهر جاركا مسلمان شيان خوشكولتيا ديولانكيا امت ديتره رزگار بكن. هر جاركا او زفرين ناسنامه خويا درست و توريت اسلاميت رسن هنگی سرفرازی و کرامت و سربلندی وان دبوان وگریت و عرف جا مسلمان ددوی چنده گهن. وسوف نعرف في الصفحات التالية لبعض آداب المسلم مع ربه ودينه ونبيه ونفسه والناس من حوله، وآدابه كذلك مع الحيوان ومع غير المسلمين. وأدفان برپرت بدا ام ده بحث هندك جوان توريا كاين يتكو اسلام بر مسلماني دايه
كان او ادگل خدای خو ادویت یه چوابتن عروسا برنبر دین خو ادگل پیغمبر خو ادگل نفسا خو ادگل خلکی جی الدورو برد خو و توره مروف مسلمان كان ادگل حیوانتی ده چوابت ادگل مروفت نیت مسلمان جی اوه چندها همی اگر خود حسکتن دب کرتی اشارت دین. اولا ادب النیه توره که اج توره مروف مسلمان کمدویتن السر باخوین توره انیته مروف ده چوا انیتا خو درست کتن و ده چوا انیتا خو اینتن بو هر کارک هبت. المسلم يعلم أن النية لها شأن عظيم فبصلاحها يقبل العمل وبفسادها يبطل العمل ويرد، والنية هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل، فإذا كانت هذه الإرادة ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمره كانت نية صحيحة وأنتجت عملا صالحا مقبولا، وإن كانت هذه الإرادة لأجل الدنيا أو لأجل ثناء الناس ومدحهم أو لأجل الشهرة والبروز إلى عالم الأضواء وغير ذلك من المقاصد السيئة كانت نية فاسدة وأنتجت عملا فاسدا مردودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. مروف مسلمان اتزانتن كهندي انيتا گرنگيا خوهيا و تأثير و گلكيا مزنا السركاري، چونكي اگر انيت یا چاك بتن کار مروفي ده ايتا قبيل کرن و اگر انيتا مروفي یا خراب بتن او کار مروفت کتن جيده پیچ بتن و دل مروفي ايتا وگراندن و خودوی مروفی قبیل ناکتن و انیت اویا دم مروف ایرادا خو حسکرنا خو بریوی اتدتا کارکی گاوا مروفی کارک کر تخت دل خو کو وی کاری بکتن و کاش برچت کتن ها اویا انیت و جا اگر اف ایرادا ها اف حسکرن و انیتا ها یا کت دل مروفی دا پیداد بتن آرمانچ جه او بتن خوده اج مروفی رازی ببتن و مروف پیگیریه اب فرمان خود بکتن هنگی انیتا مروفی ده انیتا کا درست بتن و کارک باش یه چاک و یکو بیتا قبیل کرن ده پیوائیتن و اگر ایرادا مروفی و حس کرنا دل مروفی بو کرنا وی کاره هنه یا خلط بتن یعنی بو دنیای بتن او وی کاره هنه بکتن اجبر آرمانجا کش آرمانجا تا دنیای یان جیش برهنده داخلک مدحتوی بکن یان اجبرهنده بتن داب ناو دنگ بکفتن و بیت برچاف و بری روناهی بکفته یان هر آرمانجا کادیتره اجوار آرمانجت خلط و یه کم هنگی انیتاوی ده انیتا کا خراب بتن و او کار پیو بید جی ده کار که فاسد بتن و جنای تا قبیل کرن خود اوی کاری قبیل ناکتن و خیر جنادتا خدانی. پیغمبر صلاف لبن اد گوتنکا خدایا بخاری و مسلم جه روایتت کن اد بیجتن انما الاعمال بالنیات هما کار اب انیته و انما لكل امرئ ما نوى و بهر ایکی خود الدف انیتاوی ات نویستن. ثانيا الادب مع الله عز وجل توره دوی توره مروف مسلمان ادگل خدای مظن. اولا يعلم المسلم أن الله تعالى هو الذي خلقه ورزقه وأعطاه جميع النعم وصرف عنه جميع النقم، ولذلك فهو يتأدب مع ربه غاية الأدب. يا ايكي مروف مسلمان ادزانتن كهنديك خداي مزنا او آفراندي او رزقيت داته وهر نعمتك هبتا او تيدا بجيتا اج خدايا خده همی نعمت و قنجیت داینوی و همی درد و بالا و نخوشی یشوی داین پاش اجبروه چنده مروف مسلمان ادگل خدای خو زیده ی اب ادب و توره. ثانيا ومن الأدب مع الله عز وجل الانقياد التام لشريعته وذلك بفعل المأمورات وترك المحرمات. يا دوي
اج ادب ديال خديا مروف ملكتجي بوي بكتن دي كفتنا شريعتي بكتن وخب دست و بردتن دست و بردانا کا تمام و بدست و بردانا مروفي بو شريعتي اويا مروف وان كارا بكتن يتكو شريعتي فرمان پیل مروفي كري و خجوان كارا بدتا باش يت شريعتي السروي حرام كرين و او جداين باش. ثالثا ومن الأدب مع الله عز وجل عدم الاعتراض على أمر من أوامر الشريعة. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ياسيه اج ادب توريد جل خدي اويا مروف خنا رازينكتن السر امركيش امرت شريعتي هر تشتكي خدي فرمان بيكر بت و شريعت بهاد بت ويت مروفي رازي بتن السر و كاري بي بكتن نكو خنا رازي بكتن و اعتراض السر بكتن. خداي مظن اد آياتك دا امرت كت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نبويا بو ظلامك خدام باور يان جنك خدام باور اگر خدي يان پیغمبروي صلاف لبن فرمان بتشتكي كر او شني بخو هل بجارتنه بكن كاموي تشتي بكين آن نكين دم خدي فرمان بتشتكيت كتن یا لسر خدام باوری او کاری پی بکت و پی رازی ببتن نکو شنی بخته بر دل خو کاقلیوی جد برد یا نه. هر وسط آیت کدی دا خدای مزند بجد انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. هما گوتنا خدام باورا اویا دمک و او ادئین دا خاص کرن بو حکم خودی و پیغمبری وی صلاف لبن او بیجن ما گهلبو و ما گهداری بو کر یعنی امت رازینا. اجوه آیت اشکرات بتن کو چنا بتن بو خدام باورا حکم خودی و پیغمبری حکم شریعتی و زفرینن بهجتا هندکو بوانی نخوشه و او مروفه حکم خودی رازینه بتن معنى او يبتوريه ديال خودي چونكيش ادب توريه ديال خودي اويا مروف كاري بشريعته بكتن وبحكم امره راضي ببت. رابعا ومن الادب مع الله عز وجل شكره على نعمه والثناء عليه بها وكثرة ذكره ودعائه واللجوء إليه في كل الأمور ومحبته وحسن الظن به والخوف من عقابه والرجاء لثوابه وكثرة تلاوة كتابه ومراقبته في كل صغيرة أو كبيرة. اج ادب توري چاره ادگل خود اویا کمروف شکراوی بکتن سروان قنجیتوی دگل مروفی کرین و مدحتوی پوان قنجیا بکتن و گلک ذکروی بکت و دعا بخوشه بکتن و دهمی تشتادا هوارد خوب بگهین توی اولوی بزفرد حجوی بکت و هزرات شاکی جه بکت و اج جزا و عقوباوی بطرستن و یبهیوی بتن شقنجی و خیراوی گلک کتاباوی بخوینتن و ادهمی تشتت بچیکو مزنده یتهیرو گرده بزانتن کو خدای زیروانی الویتیتن و جدگل خدای خو یبتوره.